بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في سيشن 7 Plan and Manage Project Work. خليني أبدأ معاك بسؤال مهم جدا. هو ليه مشاريع كتير بتبقى planned بشكل كويس ومع ذلك بتفشل؟ مش علشان الخطة وحشة، لكن علشان التنفيذ اللي هو الإكسكيوشن هو اللي وقع. النهاردة في سيشن 7 مش هنتكلم عن التولز ولا التمبلتس ولا البروسيس اللي هنحفظها وخلاص. النهاردة هنتكلم عن حاجة أخطر بكتير. ازاي البي ام اي شايف البروجكت مانجر وهو شغال فعليا. البي ام اي مش عايز بلان ادمنستريتور، مش عايز واحد يمشي يقول الخطة بتقول كده. البي ام اي عايز بروجكت ليدر، واحد يعرف يشتغل ويدير ويراقب ويصحح وهو المشروع شغال، مش بعد ما يقع. خلي بالك ان plans exist to support decisions not to be enforced blindly. الجملة دي هي مفتاح السيشن. يعني ايه؟ يعني الخطة مش دستور، الخطة decision support tool، مش كرباج نضرب بيه الفريق. في السيشن دي هنركز على الدليفري والبرفورمانس والفاليو دليفري، مش بس على الاون تايم والاون بادجت. لا، البي ام اي بيسأل هل المشروع بيحقق فاليو فعلا. وطبعا انت داخل امتحان البي ام بي، السؤال اللي هيقابلك في اغلب الاسئله هيكون what should the project manager do first while work is ongoing. يعني ايه اللي المفروض مدير المشروع يعمله الاول والشغل اللي شغال او المشروع شغال، مش يعمل ايه في الاخر ولا يحدث انهي دوكيمنت، لكن اول قرار صح هو ايه، واول تصرف منطقي هو ايه، واول جادجمنت صح هيكون ايه. خليها قاعده من دلوقتي واحفظها: الفيرست مش هو الفاينل. يعني اول خطوه تفكير مش اخر اجراء. ولو مشيت معايا في السيشن دي بشكل صحيح هنطلع من سيشن 7 وانت فاهم البي ام اي لوجيك وبتحل اسئله الاكسكيوشن بثقه ومش بتتلخبط بين التول والديسيشن. فيلا بينا نبدا. Purpose and exam readiness mastering execution decision making. خلينا ندخل في صلب الموضوع. السيشن دي مش معموله علشان تزود معلوماتك، دي معموله علشان تغير طريقه تفكيرك في الامتحان. طيب الكور بيربز، اول بوكس هنا بيقول لك ان انت تتعلم how to translate strategic plan into actionable results. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الخطة لو فضلت على الورق ملهاش أي قيمة. القيمة بتيجي لما تنفذ وتتابع وتتحكم وتعدل، وده اللي البي ام اي بيسميه disciplined execution مع الادابتيف كنترول. مش تنفيذ أعمى، تنفيذ بيفكر. في الاكزام مايند سيت، ودي أهم حتة في السلايد كلها، ان البي ام اي بيقول لك بوضوح البي ام اي tests decision sequencing during execution not planning theory. يعني في الامتحان مش هيقيس انت حافظ الخطة ولا لا، هيقيس انت قررت صح ولا لا وبالترتيب الصح ولا لا. وخلي بالك من الجملة دي: plans exist to support the decisions not to be enforced blindly. ودي جملة لو فهمتها بشكل صحيح نص الامتحان اتحل. الكريتيكال كويستشن، وهنا السؤال اللي هيطردك في السيشن دي كلها: What should the project manager do first while work is ongoing؟ لاحظ first مش final، مش بيعمل كل حاجة مرة واحدة. البي ام اي دايما بيسأل أول تصرف صحيح إيه. الجملة اللي تحت دي لازم تتحفر في دماغك: The PMP exam evaluate الجادجمنت not administrative compliance. يعني مش عايز واحد يفتح documents، مش عايز واحد يحدث template، عايز ليدر بياخد قرار صح تحت ضغط. خليها قاعدة معاك من دلوقتي: الفيرست مش هو الفاينل. أول خطوة إنك تفهم وتحلل وبعد كده تتحرك. لو فاهم النقطة دي السيشن اللي جاية كلها هتبقى منطقية جدا. Learning Objectives Exam Oriented Outcomes. السلايد دي مهمة جدا. ليه؟ عشان دي بتقول لك إن البي ام اي عايز منك إيه في السيشن دي بالظبط. مش عايزك تحفظ، عايزك تطلع من السيشن بتفكير جديد. فخلينا نمشي واحدة واحدة. أول حاجة Distinguish Planning from Managing، وده أول أوبجيكتيف. بيقول لك إنك تفرق بين البلاننج والمانجنج، ودي غلطة ناس كتير بتقع فيها. البلاننج هي كتابة الخطط والبيز لاينز والدوكيومنتس، إنما المانجنج هو التنفيذ والمتابعة والقرارات وإنك تتعامل مع الواقع. البي ام اي في الامتحان مش بيسألك إيه الخطة، هو بيسألك هتعمل إيه والمشروع شغال. رقم 2 Apply الأدابتيف بلان.
هنا البي ام اي بيدخلك على تفكير مهم جدا، الادابتيف بلاننج. يعني ايه؟ يعني مش كل حاجه تتخطط من الاول، في حاجه اسمها بروجريسيف الابوريشن، وفي حاجه اسمها رولينج ويف بلاننج. البي ام اي مش ضد التخطيط، لكن ضد الاوفر بلاننج وضد البلاننج فور انسرتينتي. تالت حاجه identify performance signals، ودي نقطه في الامتحان مهمه جدا. البي ام اي بيفرق بين الليدنج انديكيتورز واللاجنج انديكيتورز. الليدنج هي التيم مورالز والستيك هولدر ديساتسفاكشن والريسك تريجرز. اللاجنج السي بي اي والاس بي اي والريبورتس. البي ام اي دايما بيفضل السيجنالز قبل الريبورتس، لو استنيت التقرير تبقى انت اتاخرت. رابع حاجه respond to execution challenges. هنا الاسئله اللي بتيجي كتير، الديلي، التشينج ريكوست، الستيك هولدر بريشر. البي ام اي مش بيسالك تحل ازاي، بيسالك تتحرك ازاي وبالترتيب الصحيح. يعني تفهم وبعدين تحلل وبعدين تتواصل وبعدها تقرر، مش تعمل رد فعل سريع. خامس حاجه select البي ام اي preferred actions، وده اهم اوبجكتيفز في السيشن دي كلها. البي ام اي عايزك تختار البي ام اي preferred first action، يعني الجادجمنت قبل الدوكيومنتيشن، الليدرشيب قبل الاثوريتي. وكررها لك تاني عشان تثبت الفيرست مش هو الفاينل. أول خطوة بتبقى تفكير مش آخر إجراء. الخلاصة إن سيشن 7 مش بتعلمك تعمل إيه، بتعلمك تتحرك إزاي وبالترتيب الصح. لو فهمت الأوبجيكتيفز دي كويس، كل سلايد بعد كده هتكون منطقية جدا. بلاننج مقابل المانجنج ورك، وده من وجهة نظر البي ام اي، البي ام اي برسبكتيف، وده أول أوبجيكتيف اتكلمنا عنيه في السلايد اللي فاتت، وده من أهم السلايدات في السيشن كلها. لو فهمتها بشكل صحيح هتجاوب صح على أسئلة كتير جدا في الامتحان، وكمان هيفرق معاك في الواقع. البي ام اي هنا بيفرق بشكل واضح بين حاجتين الناس بتتلخبط بينهم دايما، البلاننج وورك والمانجنج وورك، فخلينا نفهمهم بشكل صحيح. البلاننج وورك، البلاننج مش تنفيذ. البلاننج يعني انك تحدد الاستراتيجيك انتنت وتحط الدايركشنز وترسم حدود القرار وتعمل فريم ورك يمشي عليه التنفيذ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الخطة بتقول لك انت رايح فين، مش بتقول لك تمشي ازاي خطوة بخطوة مهما حصل. البلاننج كمان بيعمل بيز لاينز وبيحدد اكسبكتيشنز، لكن خلي بالك البلاننج مش كونتراكت ومش حاجة مقدسة ما ينفعش تتغير، لا ممكن تتغير. انما المانجنج ورك بقى، المانجنج هو الشغل الحقيقي. المانجنج يعني شغل مستمر، يعني continuous and adaptive، تتعامل مع الناس، قرارات لحظية، استجابة للواقع. البي ام اي شايف ان managing work is people centered not document centered، يعتمد على الناس مش على الورق. يعني فريق وستيك هولدرز ومشاكل حقيقية وتغييرات وضغوط، والبروجكت مانجر هنا لازم يكون adjust execution without losing control، يعني يعدل بس مش ما تفلتش منك. البي ام اي بيرفض ايه هنا؟ البي ام اي بيرفض التريتنج بلانز از فيكسد كونتراكتس، انك تعامل الخطه على انها عقد ثابت، او بلايندلي انفورسنج البيز لاين، انك ترغم الناس على الالتزام بالبيز لاين بشكل اعمى، ignoring الريال وورلد فيدباك، او تتجاهل الحقائق اللي على الارض. يعني ما ينفعش تقول الخطه كده وخلاص، وما ينفعش تقفل ودانك عن اللي بيحصل فعليا. طب البي ام اي عايز ايه؟ البي ام اي عايز يشوفك ان انت بتشوف الخطه على انها input not an order، مش تعليمات ولا اوامر. يعني الخطه تساعدك تاخد قرار مش تجبرك على قرار غلط. لو في سؤال لقيت جمله شبه دي the plan says X but reality shows Y، اعرف على طول انه مش عايزك تطبق الخطه، عايزك تفكر. والترتيب الصح دايما انك understand assess adopt، يعني افهم الاول، حلل التأثير، وبعدها عدل التنفيذ. خلاصة ان خلي الجملة دي في دماغك، البلاننج sets directions، انما المانجنج deliver results. البي ام اي مش بيمتحنك في التخطيط، بيمتحنك في إدارة الواقع وانت تحت ضغط. Adaptive Planning Fundamentals. السلايد دي بتفك لك واحدة من أكبر سوء الفهم في البي ام بي. ناس كتير فاكرة إن البي ام اي ضد التخطيط، وده غلط تماما. البي ام اي مش ضد التخطيط، البي ام اي ضد التخطيط زيادة عن اللزوم، الأوفر بلاننج. خلي بالك من الجملة دي، الانسرتينتي is a normal condition in projects، يعني عدم اليقين ده جزء من المشروع أصلا. يعني الغموض شيء طبيعي مش استثناء،
وعلشان كده البي ام اي دايما بيفضل الادابتيف بلاننج، مش خطه تتكتب وتتحط في الدرج، لكن خطه بتتطور مع الوقت. وده اللي بنسميه البروجريسيف الابوريشن. كل ما ادخل جوه المشروع بكتشف حاجات فببدا اعدل في البلان بيزد على المعلومات الجديده. اول حاجه النير تيرم وورك، يعني الشغل القريب بيتخطط بالتفصيل. الشغل القريب بيتخطط بالتفصيل بتاسكات واضحه، ريسورسز محدده، ديليفرابلز واضحه. وده منطقي علشان المعلومات هنا مؤكده. تاني حاجه الميد تيرم وورك، وده الشغل المتوسط، تخطيط انترميديت متوسط برضه، مايلستونز، بيحط تقديرات للريسورسز مش كل التفاصيل. ليه؟ عشان في لسه حاجات هتتغير. تالت حاجة الفيوتشر وورك، ده الشغل البعيد، تخطيط هاي ليفل، وبعمل ريفاين ليتر، يعني بظبط وبعدين أعدل ويتظبط مع الوقت. البي ام اي هنا بيقول لك ما تضيعش وقتك تخطط تفاصيل حاجة مش مؤكدة. في الامتحان لو في سؤال لقيت إجابة بتقول لك البلان everything in detail from the beginning، اعرف إن ده تراب، لأن البي ام اي دايما هيختار التخطيط حسب مستوى المعرفة. البي ام اي لوجيك إن لازم الأول plan what you know، وبعدين refine as you learn، وبعد كده adapt as reality change. 3 خطوات تحفظهم، ده اللوجيك بتاع البي ام اي. plan what you know، اللي تعرفه اعمل له خطط. refine as you learn، وكل ما تخش جوه اعمل refine في الميد تيرم وورك. بعد كده adapt as reality change، كل ما يجي لك معلومات جديده حقيقيه اعمل adaptation للبلان. الخلاصه ان الادابتيف بلاننج مش ضعف، الادابتيف بلاننج هو ذكاء وكفاءه وليدرشيب. والبروجكت مانجر الشاطر مش اللي مخطط كل حاجة، لكن اللي بيعرف يعدل خطته بشكل صحيح في الوقت المناسب. Rolling Wave Planning Logic The PMI Approach to Progressive Elaboration. السلايد دي بقى من أكتر السلايدز اللي بتيجي في الامتحان بشكل مباشر أو غير مباشر، ولو فهمتها بشكل صحيح هتلم نقط سهلة جدا. خلينا نبدأ من الفكرة الأساسية. الكور برنسبل إن البي ام اي هنا بيقول لك إن البلانز evolve naturally as information improves. يعني إيه؟ يعني الخطة مش ثابتة، مش مكتوبة بالحبر الجاف، بتتطور مع الاكسكيوشن اكسبيرينس ومع الستيك هولدر فيدباك. وخلي بالك من جملة مهمة جدا: This is not scope creep, it is intelligent adaptation. احنا ما جيناش جنب السكوب، احنا بنعدل وبنعمل adaptation بشكل ذكي. يعني مش أي تعديل يبقى سكوب كريب، في تعديل ناتج عن فهم أحسن للمشروع، وده طبيعي ومطلوب. في الامتحان الغلطة اللي البي ام اي بيحب يحطها في الاختيارات ان انت تابديت ذا انتاير بروجكت بلان immediately. الاجابة دي شكلها بروفيشنال، شكلها منظمة، بس في منطق البي ام اي دي غلط. ليه؟ علشان دي معناها ان انت rigid thinking، وكمان في waste في efforts وتعطيل الشغل اللي ماشي بشكل كويس. البي ام اي شايف ان ده inefficient resource allocation، يعني ان انت بتركز الريسورسز بشكل غير كفء. البي ام اي بريفرد ريسبونس بقى ايه الاجابه الصح اللي دايما بيحبها؟ يحب دايما انك تبقى ريفاين افكتد كومبوننت اونلي، يعني عدل اللي اتاثر بس، سيب الباقي شغال، حافظ على البروجكت مومنتم او الزخم بتاع المشروع. البي ام اي بيكره انك توقف الدنيا علشان تحدث دوكيومنت. الجمله دي over planning equal waste، الادابتيف بلاننج equal intelligence. ده جمله ذهبيه احفظها. الأوفر بلاننج equal waste، تضييع للوقت أو هدر، إنما الأدابتيف بلاننج ده ذكاء. لو لقيت في السؤال أوفر ديتيلينج، فول ري بلاننج، أبديت everything، اعرف إن ده تراب. ولو لقيت partial update، targeted refinement، keep momentum، ده البي ام اي لوجيك. الخلاصة إن الرولينج ويف بلاننج معناها إنك تفكر بعقل وتخطط على قد المعرفة وتسيب مساحة للتعديل. والبروجكت مانجر الشاطر مش اللي مخطط كل حاجة من الأول، لكن اللي بيعرف يطور خطته صح من غير ما يبوظ التنفيذ. Work Authorization and Flow. السلايد دي بترد على سؤال مهم جدا: مين اللي بيدي إذن الشغل؟ وهل البروجكت مانجر المفروض يوافق على كل تاسك؟ الإجابة القصيرة شورت كات لا. البي ام اي برسبكتيف ايه؟ البي ام اي شايف ان الورك اوثرايزيشن هي الامباورمنت نوت كنترول. يعني الشغل مش ماشي لان البروجكت مانجر قاعد فوق دماغ الناس، لكن ماشي من خلال الجفرنانس ستراكشر والفيز جيتس والاجريد كنترول. البي ام اي هنا بيفصل بوضوح
الموضوع، وبيفرق بين الكنترول والمايكرو مانجمنت، يعني إنك تبقى بتتحكم في البروسيس بتاعت المشروع وإنك بتخش في كل التفاصيل. طيب إيه هي الأوثورايزيشن تشانلز؟ خلينا نفهم القنوات بشكل صحيح. الشغل بيتفعل عن طريق الجفرنس ستراكشر ديسيشنز والفيز جيت ابروفال والاجريد كنترول ميكانيزمز والديليجيشن فريم ورك والتيم امباورمنت بروتوكول. يعني في صلاحيات واضحه، في حدود، وكل واحد عارف دوره، وده اللي بيسمح للشغل يمشي من غير ما المشروع يتشال. طيب كنترول without macro management، ودي نقطة امتحانية مهمة جدا. البي ام اي بيقول effective control does not mean daily task approval. التحكم الصح بيعتمد على الكلير expectations، مش على ان انت تعتمد جميع المهام بشكل يومي، لكنه بيعتمد على الكلير expectation والempowered teams والtransparent progress visibility، مش متابعة كل تاسك ولا ابروف كل خطوة. البي ام اي بيرفض صراحة الديلي تاسك ابروفال والاكستسيف اوفرسايت والاوثورايزيشن مانجمنت. لو في سؤال لقيت جملة شبه دي the project manager closely monitors every task، اعرف على طول ان ده wrong answer. البي ام اي دايما بيفضل التراست والديليجيشن والامباورمنت. الخلاصة إن خلي القاعدة دي في دماغك، الكنترول مش هو المايكرو مانجمنت، والبروجكت مانجر الشاطر مش اللي ماسك كل تاسك، لكن اللي حاطط نظام ومخلي الفريق يشتغل بثقة. Monitoring work performance leading مقابل lagging indicators. السلايد دي خطيرة ومهمة علشان البي ام اي هنا بيختبرك في امتى تتحرك، مش ازاي تحسب. البي ام اي بيفرق بوضوح بين نوعين، الليدنج انديكيتورز واللاجنج انديكيتورز، ولو لخبطت بينهم هتختار إجابة غلط حتى لو أنت فاهم الحسابات. إيه هي الليدنج انديكيتورز؟ اللي نبدأ بيها البي ام اي بيحبها. الليدنج انديكيتورز يعني إشارات بدري، زي إيه؟ الترند ديفيشنز فروم بيز لاين، التيم مورال اند انجيجمنت، الريسك تريجرز، الاكتيفيشن، الكواليتي سيجنال باترن، الستيك هولدر فيدباك شيفتس. دي حاجات بتحصل قبل المشكلة، بتنبهك إن في حاجة غلط جاية. البي ام اي شايف ان الجود بروجكت مانجر اكت اون سيجنالز نوت ريبورتس، بيشتغل بالاشارات، بيشوف الاشارات اللي جايه دي وبيبدا يشتغل عليها قبل المشكله ما تحصل. اللاجنج انديكيتورز يعني نروح للنوع الثاني. اللاجنج انديكيتور زي السي بي اي والاس بي اي، الكوست بيرفورمانس انديكيتور والسكيدول بيرفورمانس انديكيتور والفاريانس ريبورت والميست مايلستونز، ودي كلها حسابات بتقول لك ايه اللي حصل بعد ما المشكله حصلت فعلا، وهي مهمة بس متأخرة، مش للإنقاذ، دي للتحليل بعد الضرر. البي ام اي لوجيك اللي هو الريبورت كونفيرم الدمج، السيجنالز بريفنت ات، يعني انت لو اشتغلت على الاشارات هتقدر تمنع المشكلة، انما الريبورتات دي بتكونفيرم الدمج وبتحصر لك الخسائر. التقرير بيثبت ان المشروع اتأذى وان الاشارة هي اللي بتنقذك قبل ما تقع. عشان كده البي ام اي دايما بيفضل البرو اكتيف ديتكشن. طيب ايه هو الكوريكت بي ام اي سيكونس؟ الترتيب الصح دايما detect investigate adjust، مش report escalate react. لو شفت إجابة بتبدأ بجنريت ريبورت دي غالبا بي ام بي تراب. في الامتحان التيم مورال لو قلت أو الستيك هولدرز اشتكوا أو الكواليتي بروبلمز ظهرت، البي ام اي مش عايز يشوف منك السي بي اي والاس سي بي اي والداشبورد. البي ام اي عايز انفستيجيشن، عايز روت كوز اناليسيز، عايز ايرلي اكشن. الخلاصة احفظها كده، الليدنج انديكيتورز هي early actions، اللاجنج انديكيتورز ده confirmation، والبروجكت مانجر الشاطر مش اللي بيستنى التقرير لكن اللي بيتحرك أول ما يشوف الإشارة. The power of leading indicators. السلايد دي بتشرح ليه البي ام اي مهووس شوية بالليدنج انديكيتورز، علشان البي ام اي شايف ان الشغلانة الحقيقية للبروجكت مانجر انه يمنع المشكلة قبل ما تحصل، يعني يكون برو اكتف، مش يستناها تحصل وبعدين يكتب تقرير. طيب الترند اناليسيس ده اول حاجه، يعني تشوف الانحرافات وهي لسه صغيره قبل ما تاثر على الكريتيكال باث او توقعات الستيك هولدر. زي ايه؟ تاسك بتاخد وقت اطول سنه، الكواليتي بتنزل تدريجي، التيم سبيد بتقل. دي اشارات مش ارقام لسه. بعد كده التيم داينامكس، دي تاني نقطه. البي ام اي بيعتبر ان التيم مورال او الكولابوريشن كواليتي او الكوميونيكيشن افكتفنس
دي كلها بريدكتورز اوف بيرفورمانس، بتتنبأ بالاداء. يعني لو الفريق تعبان المشروع هيقع، حتى لو السي بي اي او الاس بي اي كويسين دلوقتي. ودي نقطه مهمه وخطيره، ان البي ام اي دايما بيدي وزن كبير للبيبول سيجنالز. طيب بعد كده الريسك تريجرز، ودي ثالث نقطه، يعني علامه ان الريسك بدأ يظهر، مش ريسك حصل لكن بيقول لك خلي بالك، زي مورد بدأ يتأخر، تكنولوجي انستابيليتي، ريجولاريتي وورنينج. البي ام اي بيحب البروجكت مانجر اللي بيتصرف اول ما التريجر يظهر، مش يستنى المشكله لما تحصل. الكواليتي سيجنالز، ودي اخر نقطه، زي الديفكت ريت والريورك فريكوانسي والانسبكشن ريزلتس. دي بتقول لك ان الجوده رايحه فين قبل ما العميل يشتكي. البي ام اي شايف ان الكواليتي بروبلم rarely appear suddenly، يعني بتبان تدريجي، ما بتظهرش مره واحده. مشاكل الكواليتي ما بتظهرش مره واحده، بتظهر بالتدريج. اللوجيك بتاع البي ام اي ان الليدنج انديكيتورز تيل يو وير ذا بروجكت از جوينج، بتقول لك المشروع رايح فين، not where it's happened where it has been، مش كانت فين. لو السؤال فيه ترند او مورال او ريسك تريجر او كواليتي سيجنال، الاجابه الصح غالبا investigate act early، مش generate report او wait for السي بي اي. الخلاصه ان البروجكت مانجر الشاطر مش اللي بيعرف يحسب السي بي اي، لكن اللي بيعرف يقرا الاشارات بدري ويتحرك. ودي عقليه البي ام اي في الامتحان. Managing changes during execution، البي ام اي change control mindset. السلايد دي بقى من اكتر الحتت اللي الامتحان بيحبها. ليه؟ علشان التشينج مانجمنت في البي ام اي مش اجراءات، دي طريقه تفكير. طب خلينا نبدا من الجمله المفتاح، التشينج is expected not resisted. يعني ايه؟ يعني التغيير شيء طبيعي مش فشل، ومش حاجه لازم نكسرها او نرفضها على طول. البي ام اي مش ضد التغيير، البي ام اي ضد التصرف العشوائي. الخطوه الاولى انك تاندرستاند. اول حاجه دايما، التغيير ده ايه؟ ليه الطلب؟ مين طلبه؟ مستعجل ولا لا؟ البي ام اي هنا بيقول لك ما ينفعش تتحكم في حاجه انت مش فاهمها. واي اجابه في الامتحان بتبدا ب reject immediately او approve immediately غالبا بي ام بي تراب. الخطوة الثانية assess الامباكت. بعد ما تفهم تعمل assess للامباكت، يعني تأثيره على السكوب، تأثيره على السكيدول، تأثير على الكوست، تأثير التشينج على الريسك، على الكواليتي. البي ام اي عمره ما بيقبل ان ابروفال من غير امباكت اناليسيس، ودي من اقوى قواعد الامتحان. الخطوة الثالثة كونسلت. بعد التحليل اعمل كونسلت. يعني ايه؟ تكلم الناس الصح، ستيك هولدرز، تيم، اكسبرتس. البي ام اي بيفضل الكولابوريشن قبل الاثوريتي. الخطوة الرابعة فولو الجفرنس. بعد ما الصورة تبقى واضحة فولو الجفرنس. يعني ايه؟ يعني اروح للتشينج كنترول بروسيس لو موجود، او ابروفال اوثوريتي، مش اخد قرار فردي ولا استعجال. الخطوة الأخيرة ابديت الارتفاكتس، ودي آخر حاجة خالص، ان انا اعمل ابديت للاوتبوتس او الارتفاكت، زي البلانز والبيز لاينز والريجسترز والدوكيومنتيشن. وخلي بالك ان الدوكيومنتيشن دايما في الاخر مش في الاول. البي ام اي لوجيك انك understanding comes before controlling، analysis comes before approval. واكررها لك تاني، الفيرست مش هو الفاينل، اول خطوه تفكير مش اخر اجراء. لو السؤال فيه change request و stakeholder pressure و urgent request، البي ام اي مش عايز منك escalation فورا ولا عايز منك approval سريع. البي ام اي عايز understand وعايز assess الامباكت. البروجكت مانجر الشاطر مش اللي يقول يس او نو بسرعه، لكن اللي بيفهم الاول وبعدين يقرر بشكل صحيح. ودي عقليه البي ام اي في اداره التغيير. change response pattern. السلايد دي بتلم كل اللي فات في باترن واحد واضح، ودي من أكتر السلايدز اللي بتطلع في الامتحان وبتفرق بين طالب فاهم وواحد بيحفظ. خلينا نبدأ بالغلط الأول علشان نعرف الصح. wrong first actions. البي ام اي بيحط لك اختيارات شكلها حلو بس هي غلط من أول خطوة. أول حاجة reject immediately without analysis. يعني إيه؟ يعني بتقول لأ قبل ما تفهم. البي ام اي دايما بيقول لك you cannot control what you don't understand. أنت مقدرش تتحكم في اللي أنت مش فاهمه. تاني حاجة escalate instantly to sponsor، ودي غلطة مشهورة جدا. ليه؟ لأن البي ام اي شايف إن البروجكت مانجر لازم يحاول يحل ويفهم ويحلل قبل ما يطلع ويعمل تصعيد لفوق. الاسكليشن بدري هو ضعف في القيادة من وجهة نظر البي ام اي، ودي حقيقة. بعد كده
update البيز لاين without approval، ودي كارثة كبيرة جدا. البيز لاين معناها إن ده approved reference، ما ينفعش يتغير من غير governance ومن غير approval. أي إجابة فيها الأبديت البيز لاين immediately غالبا ده تراب. بعد كده implement ال change before impact assessment، يعني بتنفذ قبل ما تحسب. البي ام اي مستحيل يقبل ده. البي ام اي preferred sequence هو ايه؟ احفظها بالشكل ده، وده الترتيب اللي لو مشيت عليه تعدي اي سؤال. change management، اول حاجه understand، تفهم التغيير سببه واستعجال. تاني حاجه assess الامباكت، السكوب، السكيدول، الكوست، الكواليتي، الريسك، الامباكت عليهم عامل ازاي. تالت حاجه consult، اسال، استشير ستيك هولدر، تيم، اكسبرت. فولو الجفرنس، يعني امشي طبقا واللوائح والقوانين اللي انت ماشي عليها عن داخليه، لو انت عندك تشينج كنترول او ابروفال اوثورتي. خامس حاجه ابديت الارتفاكتس، يعني ابديت كل الدوكيومنتس زي البلانز والبيز لاينز اللي عندك. الجمله اللي تحت دي لازم تتحفظ حرفيا. understanding comes before controlling، analysis comes before approval. وتاني هفكرك إن الفيرست مش هو الفاينل، أول خطوة تفكير مش هي آخر إجراء. الخلاصة لو السؤال فيه change request أو urgent request أو ستيك هولدر ضغط، البي ام اي مش عايز يس بسرعة ولا نو بسرعة. البي ام اي عايزك تفهم وتحلل وبعدها تمشي بالبروسيس، ودي عقلية البي ام اي change management. performance measurement beyond metrics. السلايد دي بتفصل بين البروجكت مانجر الشاطر والبروجكت مانجر اللي حافظ معادلات. البي ام اي بيقول لك بوضوح ان السي بي اي اللي هي الكوست بيرفورمانس اندكس والسكيدول بيرفورمانس اندكس الاس بي اي مهمين بس مش كفايه. ليه؟ علشان الارقام بتقول لك ايه اللي حصل بس ما بتقولكش ليه حصل، ولا بتقول لك هل المشروع ده بيقدم قيمه فعلا ولا لا. اول حاجه البي ام اي بيبص عليها هي الفاليو ديليفري، والسؤال هنا مش خلصنا ولا لا، السؤال هل اللي بنعمله ده بيوصل فاليو للستيك هولدر والاورجانيزيشن. لو المشروع اون تايم وان بادجت بس ملوش قيمه بالنسبه للبي ام اي ده فشل. تاني نقطه البينيفيتس ريلايزيشن، يعني هل البينيفيتس اللي في البيزنس كيس بدات تظهر ولا لا. البي ام اي مش مستني نهايه المشروع بس، البي ام اي عايز يشوف ان البينيفيتس دي تم قياسها وموجوده واتشافت وظهرت. الستيك هولدر ساتسفاكشن دي تالت نقطة، وده امتحان متكرر جدا. البي ام اي دايما بيسأل هل الستيك هولدرز مبسوطين؟ مش بس بالديليفرابلز لكن كمان بالبروسيس نفسه. لو الستيك هولدر مش راضيين حتى لو الارقام حلوة، البي ام اي بيعتبر المشروع في خطر. اخر نقطة هي السستينبل بروجرس، يعني الشغل ماشي بس هل الفريق ده محروق؟ هل الموارد بتستنزف؟ البي ام اي بيحب ان البروجرس يكمل بس مش يخلص على الفريق ولا يستنزفه. في الامتحان الجملة دي احفظها: A project can be on budget and on schedule and still fail to deliver الفاليو. لو شفت السؤال فيه ان السي بي اي بيساوي 1 والاس بي اي بيساوي 1 ودي ارقام كويسة جدا، معناها ان البروجكت اون سكيدول واون كوست بس الستيك هولدر مش راضيين، اعرف ان في مشكلة والارقام مش هي الاجابة. الخلاصة إن البي ام اي مش بيمتحنك في الحساب ولا في الماث ولا في الداشبورد، بيمتحنك في الفاليو والبينيفيتس والبيبول. البروجكت مانجر الشاطر هو اللي بيشوف اللي ورا الأرقام. typical PMP exam scenario. السلايد دي بتقول لك الامتحان هيجي لك منين بالظبط. البي ام اي مش بيحط لك سيناريوهات خيالية، بيحط لك مواقف بتحصل يوميا لأي بروجكت مانجر. والفكرة مش تحل المشكلة ازاي، الفكرة تتحرك ازاي وأول خطوة ايه. أول حاجة الديليز during execution، وده أول سيناريو critical path فيه ديلي. السؤال مش نعدل السكيدول ازاي، السؤال what's your first action. البي ام اي دايما هيبص هل فهمت سبب التأخير ولا جريت تحدث الخطة. لو لقيت إجابة بتقول لك re-baseline the schedule ده غالبا بي ام بي تراب. الميد بروجكت سكوب بريشر، وده تاني سيناريو. الستيك هولدر جاي في نص المشروع وعايز سكوب زياده، فيتشر جديده. البي ام اي مش بيسالك تقول يس ولا نو، البي ام اي بيسالك هتعمل ايه الاول. والاجابه الصح دايما تبدا باندرستاند الريكوست وتعمل بعد كده اسيس للامباكت.
مش إنك تعمل approve immediately أو تعمل reject immediately. ثالث سيناريو هو الستيك هولدر dissatisfaction، والستيك هولدر مش راضيين حتى لو السي بي اي كويس والاس بي اي كويس. البي ام اي هنا بيقول لك الارقام مش كل حاجه. اول خطوه دايما انك تعمل انفستيجيت للكونسيرن، تشوف الناس دي متضايقه ليه وتاندرستاند الاكسبكتيشن وتفهم توقعاتهم، مش تجنريت ريبورت وتديفند ذا بلان وتدافع عن الخطه وتروح تعمل لهم ريبورت. اخر سيناريو هو الكونفليكتنج بريوريتيز، وده طلبات كتيرة وموارد قليلة. البي ام اي مش عايز قرار فردي ولا تتجاهل حد. البي ام اي عايزك تعمل بريوريتيزيشن، يعني تعمل اولويات وتعمل كوميونيكيشن وتعمل الاينمنت. لازم يكون عندك اكزام مايند سيت في كل السيناريوهات دي. البي ام اي از تيستنج الجادجمنت نوت التول. ولو السؤال شكله واقعي اعرف انه بيقيس تفكيرك مش مهارتك الفنية. الخلاصة إن أي سيناريو في الامتحان افهم المشكلة وحلل السبب وبعدها اتحرك وفكرك تاني. الفيرست أكشن مش هو الفاينل. أول خطوة تفكير مش آخر إجراء. The what should you do first pattern. السلايد دي لو فهمتها بشكل صحيح جزء كبير جدا من الامتحان هتحله من غير ما تطلع. البي ام اي هنا مش بيسألك تعمل ايه في الآخر ولا تحل المشكلة ازاي بالكامل. البي ام اي بيسألك سؤال واحد بس. أول خطوة تفكير ايه؟ السيناريو عندي كويستشن. خلينا نقرا السيناريو كده بعين الامتحان. مشروع شغال، السي بي اي والاس بي اي تمام، لكن الستيك هولدرز مش راضيين، الكواليتي فيها مشاكل، الري وورك بيزيد. السؤال what should the project manager do first. لاحظ do first مش solve مش fix، first بس. البي ام اي preferred first action أو الإجابة الصح investigate the root cause of stakeholder dissatisfaction and quality issue. يعني تفهم ليه الناس مش راضية، ليه الجودة بتقع قبل ما تصحح أو تصعد أو تغير خطة. البي ام اي هنا بيقول لك don't jump to solution don't escalate blindly، يعني ما تقفزش للحل وما تعملش تصعيد بشكل أعمى. اللوجيك بتاع البي ام اي هنا اللي متوقعه منك انك تاندرستاند، بعد كده انالايز، بعد كده اكت، يعني تفهم وتحلل وبعدها تتحرك. وخد بالك من الجمله اللي جوه البوكس value and perception come before metrics، يعني السي بي اي والاس بي اي لوحدهم مش كفايه، دول ميتريكس. رضا الستيك هولدر اهم. الباترن تحت السلايد، السهم ده مش ديكور، ده باترن امتحاني. اول حاجه اندرستاند، تسمع تجمع معلومات وتفهم الشكل. 2 انالايز الروت كوز الامباكت الاوبشنز. 3 اكت تصحيح قرار كوميونيكيشن. ولو شفت اجابه بتبدا من الخطوه رقم 3 يبقى ده غالبا تراك. احفظها، فيرست مش هو الفاينل، دي من اهم الجمل في السيشن كله. الفيرست مش هو الفاينل، يعني اول خطوه هي التفكير مش اخر اجراء. البي ام اي مش هيحاسبك على الحل النهائي، هيحاسبك بدات صح ولا لا. الخلاصه ان اي سؤال فيه what should you do first وعندك multiple correct looking answers، اسال نفسك انهي واحده بتفهم الاول. الاجابه دي غالبا هي الصح. مكملين في The What Should You Do First Pattern، والسلايد دي هي تلخيص ذهني لكل السيشن. لو حفظت الباترن ده أي سؤال فيرست في الامتحان هيبقى أسهل بكتير. البي ام اي هنا واضح جدا. Analysis before reaction، مش استعجال مش authority مش tools. أول حاجة pause and understand، أول خطوة دايما، يعني ما تتسرعش ما تتحمسش وما تجريش تحل. تفهم المشكلة إيه، حصلت إمتى، مين متأثر، السياق كامل شكله إيه. البي ام اي دايما ضد react immediately. تاني حاجة identify root cause، بعد ما تفهم identify root cause، يعني ما تبصش للأعراض، دور على السبب الحقيقي زي الكواليتي واقع عليه، الستيك هولدرز مش راضيين ليه. البي ام اي دايما عايز روت كوز مش عايز كويك فيكس. تالت حاجة اسس الامباكت، تقيم التأثير على السكوب وعلى السكيدول وعلى الكوست وعلى الكواليتي وعلى الريسك وعلى الريسورسز. أي قرار من غير امباكت اسسمنت ده بي ام بي تراب. رابع حاجة communicate appropriately، يعني تتكلم مع الشخص الصح في الوقت الصح بالطريقة الصح. بي ام اي مش عايز برودكاست انك تروح تنشر الكلام، ولا عايز بانيك اسكيليشن ولا انك تصعد وانت قلقان ومتوتر. البي ام اي عايز governance based communication، يعني عايزك تعمل تواصل مع الناس المسؤولين الصح بشكل فيه governance
فيه مسؤولية. خامس حاجة decide and act، ودي آخر خطوة. هنا تبدأ تنفذ وتاخد قرار وتطبق الحل وتبلغ الناس، لكن خد بالك دي آخر خطوة مش أول خطوة. exam reminder، الجملة اللي تحت السلايد دي لازم تتحفظ حرفيا. first does not mean final، يعني أول خطوة بتبني الأساس مش الحل النهائي. الPMI بيقيمك على بدأت صح ولا لا. لو شفت سؤال فيه what should you do first و multiple correct looking answers، اسأل نفسك أنهي واحدة بتفهم وتحلل قبل ما تتحرك. الإجابة دي غالبا هي الصح. هنتكلم هنا عن common PMP exam traps، والسلايد دي من أهم السلايدز اللي هتوفر عليك وقت ومجهود في الامتحان. ليه؟ علشان معرفة الغلط أحيانا أهم من معرفة الصح. الPMI بيكرر نفس الترابس في أسئلة كتير بس بصياغات مختلفة. أول حاجة الريبلان everything، وده أول تراب مشهور جدا، يعني مشكلة صغيرة فتروح تعيد تخطيط المشروع كله. الPMI شايف إن ده rage thinking أو حاجة يعني تفكير صلب، وكمان شايفه إن هو waste إهدار، وشايفه إن هو lack of judgment. لو المشكلة محدودة، الحل إنك تعمل partial adjustment، يعني تعديل جزئي، مش تعمل full replanning. تاني حاجة escalate too early، ودي يعني تصعد بدري جدا، ودي علامة ضعف في القيادة في منطق الPMI. الPMI متوقع منك إنك تفهم وتحلل وتحاول تحل، وبعدين لو محتاج تعمل اسكليشن، إنما الاسكليشن بدري هو poor leadership judgment. ثالث تراب هو الانفورس baseline rigidly، يعني defend the baseline no matter what، يعني الظروف اتغيرت بس انت متمسك بالخطة. الPMI بيشوف ده inflexibility وبيشوفه poor judgment. البيز لاين ريفرنس بس مش سجن تسجن نفسك جواه. التراب الاخير والخطير جدا هو فوكس، او مش الاخير، اللي قبل الاخير، الفوكس اون تولز اوفر بيبل، زي انك تعمل ابديت للسوفت وير او الجنريت الدوكيومنتس وتسيب التيمز والستيك هولدرز والكوميونيكيشن. الPMI دايما بيفضل الكونفرسيشن والكولابوريشن. اخر تراب هو treat reports as solutions، ان انت generate reports to solve the problem، وده مش حل. التقرير بيشرح بس ما بيحلش. الPMI مش عايزك انك تعمل documentation as action، الPMI عايز action informed by analysis. الجملة اللي مهمة جدا ان الPMI reward thinking not reacting، leadership not administration. لو حسيت ان الاجابة سريعة وشكلها اجرائية بدون تفكير، غالبا ده تراب. الخلاصة إن أي سؤال PMP قبل ما تختار اسأل نفسك، هل الإجابة دي بتفكر ولا بتتحرك وخلاص؟ الإجابة اللي بتفكر هي اللي الPMI عايزها. Decision making under pressure، الPMI's leadership expectation. السلايد دي بتجاوب على سؤال مهم جدا. الPMI بيقيمك إزاي لما الدنيا تولع. الامتحان مش بس أرقام والتولز، الامتحان بيشوف هتتصرف إزاي تحت ضغط. الPMI عايز بروجكت مانجر هادي واعي بس ومش متهور. الPMI expectation under pressure ايه؟ الPMI واضح جدا. urgency does not cancel analysis، يعني في ضغط وقت، في ستيك هولدر بيزعق بس التفكير ما ينفعش يختفي. البروجكت مانجر الشاطر بيفصل بين الإحساس بالعجلة بالسرعة وبين القرار نفسه. الكي ليدرشيب بيهيفير، هنا خلينا نفك السلوكيات واحدة واحدة. أول حاجة maintain البرسبكتيف، يعني تشوف الصورة الكبيرة وما تتهزش من أول مشكلة. الPMI ضد البانيك ديسيشنز، يعني انك تاخد قرارات وانت في حالة هلع. تاني حاجة البالانس urgency with analysis، يعني ما تطنش الضغط بس ما تلغيش التحليل. الPMI بيحب الفاست ثينكينج، انك تفكر بسرعة، بس ما بيحبش الفاست رياكتنج، انك تتصرف بسرعة. 3 communicate transparently، يعني الكلام يكون واضح وبدون تهويل وبدون وعود كاذبة. الPMI دايما بيفضل الترانسبيرنسي على الهيدن ايشوز، انك تخفي الامور. رابع حاجة protect the team، نقطة ناس كتير بتغلط فيها. الPMI عايزك تحمي الفريق من ضغط مش ضروري، مش تنقل العصبية للفريق ولا تحرقهم علشان ترضي الستيك هولدر. خامس حاجة decide based on data and judgment، يعني مش رأي شخص ومش إحساس، لكن data وcontext وjudgment.
سادس حاجة التيك الاكونتابيلتي، ودي آخر نقطة. القرار قرارك، النتيجة مسؤوليتك. البي ام اي بيحب الاونر شيب، بيحب المسؤولية. طيب في الامتحان لو سؤال فيه كرايسيس او urgent decision او بريشر واجابة شكلها take immediate action without analysis، اعرف انها بي ام بي تراب. البروجكت مانجر في البي ام اي هو leader under pressure not firefighter، يعني بيفكر ويوازن وبعدين يتحرك، وده بالظبط اللي الامتحان بيقيسه. AI assisted project control. السلايد دي مهمة جدا. ليه؟ عشان في الامتحان البي ام اي بقى واعي جدا بموضوع الاي اي and advanced analytics. بس خلي بالك البي ام اي مش ضد الاي اي، البي ام اي ضد انك تسلم له القيادة. طيب where AI help او الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي؟ خلينا نشوف الاول فين الاي اي مفيد فعلا. اول حاجه الترند ديتكشن. الاي اي شاطر جدا في قرايه الداتا الكبيره واكتشاف الباترنز، حاجات الانسان ممكن ما يلاحظهاش بدري، زي البرفورمانس ترندز والكواليتي ديفيشن. كمان الاي اي شاطر في الفوركاستنج، يقدر يتوقع الاوتكمز بناء على هيستوريكال داتا وكرنت كونديشنز، وده مفيد جدا في السكيدول ريسك والكوست ريسك. كمان الاي اي ممتاز في السيناريو اناليسيس، الوات اف سيناريوز، بيقارن بدائل بسرعه من غير ما تضيع وقت الفريق. كمان الاي اي بيقدر يربط مؤشرات مخاطر الريسك باترن ريكوجنيشن من خلال اكتر من مشروع او اكتر من فيز. طيب البي ام اي عنده كلير باوندريز، حاطط حدود واضحه جدا، ان الاي اي سبورتس الانسايت نوت ديسيشنز، يعني الاي اي يساعدك تفهم بس ما يقررش بدالك. البي ام اي مصر ان الهيومن جادجمنت والستيك هولدر ريليشن شيبس والايثيكال كونسيدريشنز دي مسؤوليه البروجكت مانجر. الاي اي ماست نوت بيرفض صراحه ان الاي اي يقرر لوحده، وكمان بيرفض ان الاي اي يستبدل القيادة، وبيرفض ان الاي اي يتجاوز الجفرنس، وبيرفض ان الاي اي يتعامل مع الستيك هولدر بدل البروجكت مانجر. لو شفت اجابه فيها let the system automatically decide، اعرف انها بي ام بي تراب. البي ام اي سيف رول ان الاي اي informs decision والبروجكت مانجر هو اللي بيونز الديسيشنز. التكنولوجيا اداه مش قائد. الخلاصة إن البي ام اي مش بيقيمك على استخدام الاي اي ولا تول معين، هو بيقيمك على ازاي تستخدم التكنولوجيا من غير ما تتنازل عن دورك كقائد، ودي عقلية البي ام بي الحديثة. هنا هنتكلم عن البيم بوك 8 الإصدار الثامن والبرنسبلز اللي موجودة فيه execution as a proving ground. السلايد دي بتقفل الدايرة، علشان هنا البي ام اي بيقول لك حاجة مهمة جدا. الاكسكيوشن هو الامتحان الحقيقي للمبادئ، مش التخطيط ومش الدوكيومنتس، لكن الاكسكيوشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي برنسبل في بيم بوك 8 ملوش قيمة غير لما يتطبق والمشروع شغال. خلينا نعدي على مبادئ واحدة واحدة. أول حاجة الستيوردشيب، وده أول برنسبل، يعني أنت مسؤول مش بس مدير، لا أنت مسؤول عن الريسورسز والتراست والأوتكمز. البي ام اي هنا شايف ان البروجكت مانجر بياخد قرارات تحمي مصلحه المشروع ومصلحه الستيك هولدر ومصلحه المنظمه، مش قرارات سريعه ترضي حد على حساب المشروع. الفوكس ان فاليو ده تاني برنسبل، وده قلب السيشن 7 اللي اتكلمنا عليه قبل كده. البي ام اي كان مش مهتم خلصت ولا لا، البي ام اي مهتم هل اللي بتعمله ده ليه فاليو، واي ديسيشن اثناء التنفيذ لازم يتقاس مش على الخطه لكن على الفاليو ديليفرد. ثالث برنسبل هو السيستم ثينكينج، يعني ما تبصش على المشكله لوحدها، بص على تاثيرها على السكيدول والكوست والكواليتي والتيم والستيك هولدرز. البي ام اي هنا بيرفض حلول موضوعيه تبوظ النظام كله. حلول موضوعيه يعني انك تروح تتكلم على حته معينه تحل مشكلتك فيها وتبوظ بقيه السيستم. الليدرشيب ده رابع برنسبل، وده واضح جدا في سيشن 6 و7. البي ام اي كان عايز انفلونس موتيفيشن دايركشن، مش اوردرز ولا كنترول ولا فير. القياده بتظهر لما التنفيذ يتلخبط، مش لما كل حاجه تكون ماشيه تمام. خامس برنسبل كان التيلرينج، يعني مفيش وان سايز فيتس اول، مفيش تمبلت مقدس. البي ام اي بيحب البروجكت مانجر اللي بيكيف الطريقه حسب المشروع وحسب الفريق وحسب البيئه، وده واضح جدا في الادابتيف بلاننج والرولينج ويف والتشينج هاندلنج.
آخر برنسبل كان الكواليتي، والبي ام اي واضح، الكواليتي بتبنى مش بتفحص في الآخر، يعني أثناء التنفيذ، أثناء القرارات، أثناء التغييرات، مش نخلص وبعدين نشوف. سيشن 7 هو execution زائد decision making زائد PMI principles. يعني لو شفت سؤال execution وpressure وchange وstakeholder، اسأل نفسك أنهي principle ده بيطبقه؟ ده بيسهل عليك اختيار الإجابة الصح بشكل كبير جدا. الخلاصة إن بين بوك 8 مش كتاب نظري، بين بوك 8 بيتقاس في التنفيذ، والبروجكت مانجر الشاطر هو اللي بيحول المبادئ لقرارات صحيحة في الوقت المناسب. مكملين هنا عن البين بوك برنسبل ان اكشن، وبنكمل اللي فات وبنأكد فكرة مهمة جدا، وهي ان البين بوك برنسبلز مش نظري، دي بتظهر في كل قرار اثناء التنفيذ. يعني الامتحان مش هيسألك ايه تعريف البرنسبل، الامتحان هيسألك هتطبقه ازاي وانت تحت ضغط. فالريسك مانجمنت هنا برنسبل، البي ام اي هنا مش مستني ريسك يحصل وبعدين تتحرك. البي ام اي عايز برو اكتيف، عايز ايدنتيفاي بدري، عايز اسيس وريسبونس اثناء التنفيذ. يعني ريسك مانجمنت شغال طول المشروع، مش اكتيفيتي في اول فيز وخلاص. ولو في سؤال فيه اشارات خطر uncertainty unknowns، الاجابه الصح غالبا انك تايدنتيفاي، انالايز، وبعد كده تاكت. بعد كده عندنا principal adaptability and resilience، وهنا يعني المشروع اتلخبط والظروف اتغيرت بس انت مكمل. البي ام اي بيحب البروجكت مانجر اللي يعرف يتكيف من غير ما يضيع الهدف، مش يتمسك بالخطة ولا يستسلم للفوضى. البالانس هو المطلوب. آخر برنسبل هو الكومبلكسيتي مانجمنت، ودي حاجة واقعية جدا في المشاريع الحقيقية. مشروع فيه ناس كتير ومصالح مختلفة وفاريبلز متداخلة، البي ام اي مش عايز سوليوشن ساذج ولا ديسيشن بمعزل عن الباقي. البي ام اي عايز سيستم ثينكينج، تفكير شامل في المنظومة بشكل كامل، awareness ومعرفة بالتداخلات، قرارات متوازنة. في الامتحان الإكزام رياليتي تشيك، الجملة دي مهمة جدا. The PMP exam tests the application not the definition. ال PMP بيختبر التطبيق وليس التعريفات. يعني هيجي لك موقف وهيشوف هل انت فاهم البرنسبل ولا حافظ اسمه بس. الخلاصة ان سيشن 7 كلها بتقول لك ان الاكسكيوشن هو الديسيشن وهو البرنسبلز ان اكشن. لو قدرت تربط الموقف بالمبدأ وتختار تصرف يعكسه، انت كده بتفكر بعقلية البي ام اي الصحيحة، وده بالظبط اللي الامتحان عايزه منك. Value Delivery in Practice. السلايد دي بتقفل فكرة مهمة، إن البي ام اي هنا بيقول لك بوضوح إن الفاليو ديليفري مش معناها نخلص التاسكات ولا نطلع اون تايم ولا اون بادجت وبس. القيمة الحقيقية إن الستيك هولدرز كمان يبقوا راضيين والبينيفيتس تتحقق والنتيجة تخدم الاورجانيزيشنال استراتيجي. خلينا نمشيها خطوة بخطوة. أول حاجة بلان فاليو، يعني من أول المشروع تحدد الاكسبكتد بينيفيتس والسكسس كريتيريا فين في البيزنس كيس وفي البروجكت تشارتر. البي ام اي مش عايزك تدخل تنفيذ وانت مش عارف القيمه شكلها ايه. تاني حاجه execute for value، ودي نقطه امتحانيه مهمه. يعني مش كل ديسيشن يتقاس بالخطه، الديسيشن يتقاس بالقيمه. احيانا الالتزام الاعمى بالخطه بيقلل القيمه. البي ام اي بيفضل الاوبتمايز الفاليو مش بلايند كومبلينس. تالت حاجة مونيتور الفاليو، ودي يعني تتابع القيمة والمشروع شغال، مش تستنى الكلوز بروجكت. البي ام اي عايزك تراقب الليدنج انديكيتورز اوف فاليو، مش بس الكي بي ايز التقليدية زي الستيك هولدر فيدباك والبينيفيت سيجنالز. رابع حاجة ديليفر فاليو، وهنا السؤال deliverables خلصت ولا الديليفرابلز عملت فاليو؟ البي ام اي بيفرق بشكل قوي بين الاوتبوت والاوتكم، والمهم عنده الاوتكم. البي ام اي لوجيك، الفاليو is planned executed monitored and delivered not assumed. يعني القيمة ما بتجيش صدفة ولا في الآخر ولا بالورق. الخلاصة لو في سؤال بروجكت ناجح شكليا بس الستيك هولدرز مش راضيين أو بينفيتس مش واضحة، البي ام اي هيعتبر إن الفاليو ديليفري فيلد، والبروجكت مانجر الشاطر هو اللي يمشي المشروع بعين على الخطة وعين على القيمة. وده بالظبط تفكير البي ام اي في البي ام بي. هنتكلم هنا عن الستيك هولدر انجيجمنت during الاكسكيوشن، الاكتيف مانجمنت اوف اكسبكتيشن.
والسلايد دي بتفك نقطة ناس كتير بتغلط فيها، وهي إن الستيك هولدر انجيجمنت مش اكتيفيتي في التخطيط وبس. البي ام اي واضح جدا ان الاكسكيوشن هو الاكتيف انجيجمنت، يعني تواصل مستمر وفيدباك شغال وتوقعات بيتم ادارتها مش بتتساب. ايه هي البي ام اي فيو اون انجيجمنت؟ البي ام اي متوقع منك انك تحافظ على الكونتينوس ديالوج او الحوار بشكل مستمر، وتدير التوقعات برو اكتيفلي، وتحل القلق بدري قبل ما يتحول لغضب او اسكليشن. البي ام اي بيكره كلمة we will explain later، هنشرح الكلام ده بعدين، أو surprise stakeholders إنك تفاجئهم بأكشن أو حاجة معينة. طيب الانجيجمنت اكتيفيتيز إيه؟ خلينا نفهم الأنشطة بشكل صحيح. أول حاجة regular status communication، يعني communication مش واحدة ولا تمبلت واحدة. البي ام اي بيفضل tailored communication حسب احتياج كل ستيك هولدر، بتفصلها على طبيعته واحتياجاته. بعد كده الايرلي وورنينج اوف ايشوز، لو في مشكله جايه قول بدري، ناقش، ما تخبيش. البي ام اي شايف ان الايرلي وورنينج هي الليدرشيب ومش ضعف. بعد كده السوشياليستنج فيدباك، يعني تسمع رايهم في الانترم ديليفربلز مش تستنى التسليم النهائي. عندنا كمان مانجنج الكومبيتنج انترستس، الستيك هولدر مش كلهم عايزين نفس الحاجه. البي ام اي متوقع منك انك تعمل بالانس، مش ترضي طرف على حساب الباقي. عندنا كمان building trust، ودي آخر نقطة. البي ام اي شايف إن الشفافية والصراحة والوضوح دي أدوات إدارة مش مجاملة. طيب في الامتحان الجملة اللي تحت السلايد دي مهمة جدا، إن الستيك هولدر questions تيست البرو أكتيف مقابل الرياكتيف كوميونيكيشن. يعني لو الإجابة رياكتيف غالبا ده تراب. البي ام اي دايما بيفضل البرو أكتيف انجيجمنت والريليشن شيب مانجمنت. الخلاصه ان البي ام اي مش عايز بروجكت مانجر شاطر في التسليم وبس، البي ام اي عايز بروجكت مانجر يدير الناس زي ما بيدير الشغل، واللي يعرف يدير الستيك هولدر صح اثناء التنفيذ بيقلل المشاكل وبيكسب في الامتحان. Team performance and development، السلايد دي بتربط سيشن 6 مع سيشن 7، علشان البي ام اي شايف ان الاكسكيوشن مش شغل تاسكات بس، الاكسكيوشن هو بيبول زائد performance. يعني لو الفريق ضعيف التنفيذ هيقع، ولو الفريق قوي التنفيذ هينجح. الاتنين مربوطين ببعض. طيب الكلير اوبجكتيفز، ودي اول نقطة. البي ام اي متوقع منك ان كل واحد في الفريق يبقى فاهم دوره ومسؤوليته وعلاقته بالفاليو ديليفري، مش انك تشتغل وخلاص، لكن انت بتعمل ايه وليه. تاني نقطة ريموف الاوبستاكلز، ودي قيادة حقيقية. البي ام اي بيحب البروجكت مانجر اللي بيشيل العوائق من قدام الفريق، مش يضغط ولا يراقب زيادة. البي ام اي بيفضل الانيبل، انك توفر لهم القدرة مش الكنترول. ثالث نقطة recognize الكونتريبيوشن، يعني التقدير والشكر والاعتراف بالإنجاز. البي ام اي شايف ان الريكوجنيشن مش مجاملة، دي أداة بتوضح الأداء. رابع نقطة بروفايد الفيدباك، الفيدباك بناء وواضح في الوقت الصح. البي ام اي ضد اللوم والمفاجآت، البي ام اي بيحب الكونتينوس فيدباك. خامس نقطة بيلد الكوهيشن، يعني ثقة وتعاون وتيم دايناميك بشكل صحيح. البي ام اي عارف ان المشاكل الفنية اسهل من مشاكل الناس. اخر نقطة ديفلوب السكيلز، البي ام اي مش عايز فريق يخلص المشروع وخلاص، البي ام اي عايز فريق يطلع اقوى بعد المشروع، وده جزء من اللونج تيرم فاليو. في اي سؤال في الامتحان لو التيم بيرفورمانس او اللو مورال او برودكتيفيتي ايشوز، البي ام اي غالبا بيختار كوتشنج سبورت ريموف الاوبستاكلز، مش بيختار ثريتس او بريشر. الخلاصه ان البي ام اي بيشوف الفريق على انه اداه تنفيذ القيمه، والبروجكت مانجر الشاطر هو اللي يبني الفريق ويحافظ على الاداء في نفس الوقت، وده جوهر القياده في البي ام بي. هنتكلم هنا عن documentation during execution، الرايت سايزنج project documentation. وهنا بنعالج غلطة مشهورة جدا في البي ام بي. ناس كتير فاكرة ان كل ما الوثائق بقت اكتر كل ما الادارة بقت احسن. البي ام اي بيقول كلام غير كده خالص. البي ام اي مش ضد الدوكيومنتيشن، لكن البي ام اي ضد
ان الدوكيومنتيشن فور اتس اون سيك، يعني بتعمل دوكيومنتيشن وخلاص. البي ام اي فيو ان دوكيومنتيشن ايه؟ البي ام اي واضح، الدوكيومنتيشن لازم تخدم قرار مش تستهلك وقت الفريق. يعني لو الورق مش بيضيف قيمه يبقى عيب مش اداره. طيب الاسينشال دوكيومنتيشن، خلينا نشوف البي ام اي بيعتبر ايه مهم فعلا، ايه الحاجات الوثائق الضروريه. التشينج ريكويست، الريسك ريجستر، الليسنز ليرند، الديسيشن لوجز، الستيك هولدر كوميونيكيشنز، دي وثائق بتدعم القرارات وبتحافظ على النولج، مش فورم الزياده ولا تقارير ملهاش استخدام. طب ايه بقى الدوكيومنتيشن تايمينج؟ ونقطه مهمه جدا، البي ام اي بيفضل الدوكيومنتس when decision are made، يعني القرار حصل وثقه، الدرس طلع اكتبه وهو فريش، التغيير اتنفذ حدث الارتيفاكتس، مش تأجيل التوثيق ولا إعادة كتابة التاريخ بعدين. طيب آخر نقطة الدوكيومنتيشن بيربوس، البي ام اي شايف ان التوثيق دوره والهدف منه انك تسبورت الديسيشن ميكنج، وانك تانيبل النولج ترانسفير، وانك تساتسفاي الجفرنس، وانك تمينتين البروجكت ميموري. لو الوثيقه مش بتعمل واحده من دول غالبا ملهاش داعي. اكزام سيجنال، لو السؤال فيه generate excessive report update documents بدل حل المشكله، اعرف ان ده تراب. البي ام اي دايما بيختار الاكشن فيرست، documentation second. البي ام اي رول ان الدوكيومنت تو enable action not to replace it. الخلاصه ان البي ام اي مش بيمتحنك في كميه الورق، بيمتحنك امتى توثق وليه توثق. والبروجكت مانجر الشاطر هو اللي بيدور المشروع ويوثق بالقدر الكافي من غير ما يغرق الفريق في بيروقراطيه. الكواليتي مانجمنت ان اكسكيوشن، وهنا بنكسر مفهوم خطير جدا. ناس كتير فاكره ان الجوده هي تفتيش في الاخر. البي ام اي بيقول لك ان الكواليتي cannot be inspected into deliverables. يعني ايه؟ يعني الجوده ما بتتصلحش في الاخر، بتتبني من الاول. البي ام اي فيو ان كواليتي، ان البي ام اي شايف ان الكواليتي شغل طول المشروع مش اكتيفيتي في فيز واحد. والاهم البريفنشن كوست less than الكوركشن، والكوركشن كوست less than الفيلير. يعني الوقايه ارخص، الاصلاح اغلى، الفشل اغلى حاجه. طيب الدايره اللي في السلايد دي ان اول حاجه الكواليتي سايكل، والسلايد دي بتوضح ان الجوده دوره مستمره. البلان كواليتي اول حاجه، يعني تحدد ستاندردز، اكسبتنس كريتيريا، ماتريكس، وده بيحصل قبل التنفيذ علشان الفريق يبقى فاهم مطلوب من الاول. تاني خطوه الاشور الكواليتي، ودي نقطه مهمه جدا. اشورنس يعني تتاكد ان العمليه نفسها صحيحه مش بس الناتج، زي البروسيس ريفيوز والاوديت والكوتشنج. البي ام اي بيحب الكواليتي اشورنس اثناء التنفيذ. ثالث خطوه الكنترول كواليتي، وهنا الانسبكشن، تيستنج، الميجرمنتس، وده بيحصل على الديليفرابلز. لكن خلي بالك الكنترول مش بديل للاشورنس. اخر خطوه improve الكواليتي، يعني lessons learned continuous improvement، تعديل العمليه نفسها. البي ام اي بيحب فكره الكونتينوس امبروفمنت، مش نصلح وخلاص. في الامتحان لو السؤال فيه quality issues rework defects، البي ام اي غالبا بيختار improve process و prevent recurrence، مش inspect more ولا blame التيم. البي ام اي رول انك build الكواليتي in don't inspect it in. البي ام اي مش عايز بروجكت مانجر يستنى العيب يظهر وبعدين يتصرف. البي ام اي عايز بروجكت مانجر يمنع العيب من الاساس، وده لب الكواليتي مانجمنت في التنفيذ. نتكلم هنا عن الريسورس مانجمنت during الاكسكيوشن optimizing التيم capacity and capability. وهنا بندخل في قلب الواقع. البي ام اي هنا بيتكلم عن اداره الناس والموارد وهم شغالين فعليا، مش في اكسل، مش في بلان، لكن في التنفيذ الحقيقي. الريسورس تشالنجز، خلينا نبص على التحديات اللي البي ام اي عارف انها بتحصل دايما. competing demands، يعني نفس الشخص مطلوب في اكتر من تاسك او اكتر من بروجكت. البي ام اي مش عايزك تزود ضغط وخلاص. السكيل جابس، يعني الفريق مش عنده المهاره المطلوبه او التكنولوجيا جديده. البي ام اي هنا مش بيفضل انك تلوم الفريق، لكن انك تعمل له تريننج او كوتشنج او تديله السبورت. بعد كده الافيلابيلتي كونسترينز، يعني موارد مش متاحه، فاكيشن بقى، اجازات، سيك ليف، ناس تعبانه.
وخدت اجازه مرضي. البي ام اي مش عايزك تتجاهل الواقع. عندنا بعد كده البرفورمانس ايشوز، يعني انتاجيه قليله، تاخير، اخطاء. البي ام اي دايما بيسال السبب ايه، مش مين الغلطان. التيم كونفليكتس، وده طبيعي جدا. البي ام اي عارف ان اختلاف الناس بيخلق توتر، لكن القياده الحقيقيه بتدير الصراع مش بتهرب منه. طيب البي ام اي بريفرد ريسبونس، البي ام اي بيفضل ايه؟ واضح جدا في النقطه دي. اول حاجه الاوفرلودنج ريسورسز دي عباره عن ريسك، والاندر يوتيلايزيشن ريسورسز دي عباره عن ويست. يعني ان انت تجي تحمل الناس بتوعك اكتر من طاقتهم دي مخاطره، وان انت ما تشغلهمش بامكانياتهم العاليه ده اهدار. يعني ضغط زياده بيديك جوده اقل، وضغط قليل يديك خساره في الاستثمار. البروجكت مانجر الشاطر بيراقب ويوازن ويتدخل بدري. طب ايه هو البي ام اي لوجيك ان ريسورس مانجمنت؟ البي ام اي متوقع منك انك تعمل كونتينوس مونيتورنج، تراقب باستمرار، وورك لود ديستريبيوشن، توزع الاعمال بالتساوي او طبقا لامكانيات الناس. وكمان التيم مورالز، الحفاظ على الاخلاق بين الفريق، والسكيل ديفلوبمنت، تنميه مهاراته. يعني الريسورس مانجمنت مش مره واحده، ده شغل مستمر اثناء التنفيذ. لو في سؤال فيه في الامتحان تيم بيرن اوت او لو مورال او بيرفورمانس دروب، البي ام اي غالبا هيختار الريبالانس ورك لود او سبورت التيم او ادجست الاساينمنت، مش بوش هاردر ولا ثريتن تيم. الخلاصه ان البي ام اي مش عايز بروجكت مانجر يعصر الفريق ولا يسيبه من غير توجيه. البي ام اي عايز بروجكت مانجر يدير الطاقه مش بس العدد، واللي يعرف يدير الموارد صح اثناء التنفيذ بيحافظ على الجوده والقيمه والفريق. Communication Management the Execution Lifeline، والسلايد دي خطيرة جدا في سيشن 7، لأن البي ام اي حرفيا شايف إن التنفيذ هو تواصل أو كوميونيكيشن، مش تاسكات ومش تولز، لكن كوميونيكيشن شغال 24/7. الكوميونيكيشن during execution، البي ام اي بيقول لك بوضوح إن الكوميونيكيشن مش ايفنت، الكوميونيكيشن بروسيس مستمر. يعني مش ستيتس ريبورت وخلاص، ومش ميتنج اسبوعي وخلاص، لكن متابعه وتوضيح وتعديل اسلوب الكلام حسب الشخص، والليسننج قبل ما تتكلم. بيقول لك 90% من البروجكت مانجر تايم بيروح في الكوميونيكيشن، وده رقم مهم جدا للامتحان. يعني ايه؟ يعني البروجكت مانجر مش قاعد يكتب سكيدول ولا بيحسب سي بي اي طول اليوم، لكن بيتكلم وبيسمع وبيشرح وبيحل سوء فهم. لو في سؤال البروجكت مانجر مشغول جدا في الاجتماعات، غالبا ده صح مش غلط. طيب رقم واحد الروت كوز اوف فيلير، البي ام اي دايما بيربط فشل المشروع بالبور كوميونيكيشن، مش ضعف تولز ولا سوفت وير، لكن توقعات مش واضحه، معلومات مش واصله، ستيك هولدر مش فاهم. 3 كور كوميونيكيشن سكيلز، البي ام اي بيركز على 3 مهارات اساسيه. اول مهاره الاكتيف ليسننج، يعني تسمع علشان تفهم مش تستنى دورك في الكلام. 2 كلير ارتكيوليشن، يعني كلام بسيط ومباشر من غير تعقيد. البي ام اي بيكره فكره الاوفر كومبليكيشن. الامباثي او التعاطف، وده ناس كتير بتغفلها، يعني تحط نفسك مكان اللي قدامك وتفهم ضغطه وطريقته. البي ام اي بيشوف ده ليدرشيب مش سوفت سكيلز. في الامتحان لو في سؤال ستيك هولدر انجري او تيم كونفيوزد او ميس الاينمنت، اول حاجه البي ام اي عايزها انك تكوميونيكيت وتكلاريفاي الاكسبكتيشنز وتليسن، مش تابديت دوكيومنتس او تعمل اسكيليشن فور. البي ام اي شايف ان البروجكت مانجر هو كوميونيكيشن هاب، اللي يعرف يسمع يوضح يكيف رسالته، ده اللي بينفذ المشروع بشكل جيد وبينقذه وبيحافظ على القيمة وبيكسب الناس قبل النتائج. سيشن سمري، الكور برنسبلز فور اكسكيوشن اكسلنس. احنا كده وصلنا لاخر سيشن 7، والسلايد دي مش مجرد سمري، ده مايند سيت كامله للبي ام بي اكزام. بلانز جايد دونت ديكتيت، البي ام اي مش ضد البلانز، لكن ضد انك تتعامل معاها كأوامر عسكرية. الخطة عند البي ام اي ديسيشن سبورت تول مش سجن، يعني نخطط وبعدين نشتغل بعقل. الاكسكيوشن ريكوايرز جادجمنت، ودي نقطة الامتحان بيحبها جدا. البي ام اي بيقول ان التكنيكال نوليدج لوحده مش كفاية، الفرق بين البروجكت مانجر الشاطر والبروجكت مانجر الاداري بس هو الجادجمنت والتايمينج والاندرستاندينج الكونتكست. كنترول از ادابتيف،
الكنترول مش إنك تمسك في البيز لاين وخلاص، لكن تشوف الواقع وتقيم وتعدل القرار. البي ام اي دايما بيسأل هل القرار مناسب للموقف، مش هل مطابق للخطة بالحرف ولا لا. value outweighs compliance، ودي من أهم جمل البي ام اي في البيم بوك 8. ممكن مشروع يكون اون تايم وان بادجت وبرضه فاشل. ليه؟ لأنه محققش الفاليو، ما أرضاش الستيك هولدر. البي ام اي دايما بيختار الفاليو مش الكومبلينس الأعمى. leadership over التولز، ودي آخر رسالة وأهم واحدة. البي ام اي بيقول لك بوضوح التولز سبورت البيبل ديليفر، يعني العلاقات والتأثير والتواصل والقيادة هي اللي بتطلع نتائج، مش السوفت وير ومش التمبلتس. طيب اكزام ميموري هوك، خليها في دماغك. لو محتار بين إجابتين اسأل نفسك، هل دي قيادة ولا إدارة؟ هل دي فاليو ولا مجرد بروسيس؟ هل دي فهم ولا رد فعل؟ الإجابة اللي أقرب ليه leadership أو judgment أو value هي الصح في البي ام بي. سيشن 7 من أهم السيشنز في الكورس، لأنها بتنقلك من عقلية الحفظ لعقلية البي ام بي الحقيقية. اللي فهم السيشن دي الامتحان هيبقى أسهل بالنسبة له بكتير. Key takeaways exam ready rules for execution management. السلايد دي لو حفظتها كويس نص أسئلة الإكسكيوشن في الامتحان هتتحل لوحدها. البي ام اي هنا بيقول لك ان دي القواعد اللي هحكمك بيها في الاسئله. اول حاجه understand before acting، اول واهم قاعده في البي ام بي. ما تتحركش بسرعه، ما تردش فعل. البي ام اي دايما عايزك investigate analyze understand. اي اجابه فيها immediately take action غالبا غلط. تاني حاجه adopt before enforcing، مش كل موقف ينفع معاه انك تمسك في البلان وتطبق البيز لاين بالغصب. البي ام اي بيسأل هل الموقف محتاج فلكسبيليتي؟ لو اضبط الاول وبعدين شوف كنترول. تالت حاجه ليد بيفور اسكيليتي، التصعيد مش اول خطوه، دي اخر حل. البي ام اي عايز يشوف بروبلم سولفنج وليدرشيب جادجمنت قبل ما تجري على السبونسر او تبعت ايميل تصعيد. رابع حاجه السيجنالز بيفور ريبورتس، ودي نقطه مهمه جدا في الاسئله الحديثه. البي ام اي بيفرق بين الليدنج انديكيتورز واللاجنج انديكيتورز. الصح تتصرف على سيجنالز او اشارات وما تستناش الارقام تبوظ، يعني الاحساس بالمشكله قبل ما تظهر في السي بي اي او الاس بي اي. خامس حاجه فاليو بيفور نمبر، واخر قاعده واقوى واحده. الارقام مهمه لكن البي ام اي دايما هيسالك القيمه فين، الفاليو فين، الستيك هولدرز مبسوطين ولا لا. ممكن المشروع يكون اون سكيدول واون بادجت وبرضه مشروع فاشل. احفظ الجمله دي think like a leader not a clerk. البي ام اي مش بيدور على واحد بيطبق اجراءات، لكن بيدور على قائد بيفهم بيوازن وبياخد قرارات صحيحه. لو دخلت الامتحان وانت فاكر الخمس قواعد دول، اي سؤال في الاكسكيوشن هيبقى واضح قدامك. ودي عقليه البي ام بي مش حفظ البيم بوك. هنعمل بريدج كده ونستعد لسيشن 8 الكونكتنج اكسكيوشن تو ريسك مانجمنت. بصوا يا جماعه، احنا كده خلصنا سيشن 7 واللي كانت كلها بتتكلم عن الاكسكيوشن اند كنترول، يعني ازاي تنفذ الشغل وازاي تاخد قرارات بشكل صحيح وازاي تسيطر على المشروع من غير ما تبقى مايكرو مانجر تخش في التفاصيل الصغيره. لكن خليني اقول لك الحقيقه المهمه جدا ان الاكسكيوشن عمرها ما بتحصل في بيئه مستقره 100%. دايما في عندك uncertainty وعندك unknowns وعندك changes او تغييرات وعندك surprises او مفاجآت، وده طبيعي جدا في اي بروجكت. السؤال المنطقي بقى اللي لازم نسأله نفسنا، احنا نقدر ننفذ صح، بس ازاي نواجه المخاطر قبل ما تضرب في المشروع؟ وهنا بيجي الترانزيشن كويستشن المهم جدا في الامتحان وفي الشغل. Once work is executed and controlled, how do we proactively manage the uncertainty or risk and unexpected events؟ يعني هل نستنى المشكلة تحصل ولا نتحرك قبلها؟ هل نشتغل reactive ولا proactive؟ وده بالظبط اللي البي ام اي مهتم بيه جدا، لان مدير المشروع الشاطر اللي بيحل المشكله، مدير المشروع الشاطر اللي بيمنعها تحصل اصلا، مش اللي بيحل المشكله. علشان كده السيشن الجايه سيشن 8 هتنقلنا نقله مهمه جدا من الاكسكيوشن الى الريسك والانسرتينتي والبرو اكتيف كنترول. هنفهم ازاي البي ام اي بتفكر في الريسك مانجمنت والفرق بين الايشو وبين الريسك، وازاي نستخدم الايرلي وورنينج سيجنالز، وازاي نشتغل بعقليه الانتسيبيشن مش الرياكشن. فخليك مركز لان سيشن 8 مش بس مهمه في الامتحان، دي من اكتر السيشنات
اللي هتحس إنها واقعية جدا وبتحصل في الشغل اليومي. فنكمل مع بعض في سيشن 8 Risk, Uncertainty and Proactive Control. Reference and Resources سيشن 7. قبل ما نقفل السيشن عايزك تبقى فاهم نقطة مهمة جدا. اللي اتقال في سيشن 7 ده مش رأيي ولا اجتهاد شخصي ولا تبس من الشغل وبس. كل كلمة هنا مبنية على البيم بوك جايد الإصدار الثامن والبي ام بي اكزام كونتنت اوتلاين والبي ام اي ثوت اند ليدرشيب. يعني البي ام اي واي اوف ثينك مش مجرد تولز ومش حفظ بروسس، لكن ليدرشيب مايند سيت وجادجمنت وديسيشن سيكونسنج. لو عايز تراجع بشكل صحيح راجع من المصادر دي: البيم بوك 8 علشان تفهم البرنسبلز مش اجراءات، والاي سي او عشان تعرف البي ام اي بيمتحنك في ايه فعلا، والبي ام اي ثوتس ليدرشيب عشان تشوف الاتجاه الحديث، الفاليو والادابتابيلتي والبيبول والسيستم ثينك. وافتكر دايما ان الامتحان مش بيسالك ايه الوثيقه الصح، الامتحان بيسالك هل اتصرفت كبروجكت ليدر ولا كبروجكت كليرك واحد بينفذ المشروع وخلاص. لو خرجت من سيشن 7 بحاجة واحدة بس خليك فاكر الجملة دي: understand before acting, adopt before enforcing, lead before escalating, value before numbers. دي مش بس exam rules، دي عقلية البروجكت مانجر الناجح في الحياة الحقيقية. وفي السيشن الجاي هندخل على أخطر وأهم جزء في إدارة المشروع اللي هي الريسك والانسرتينتي والبرو اكتيف كنترول. ازاي تتوقع المشكله قبل ما تحصل، وازاي تشوف السيجنالز قبل ما تبقى كرايسيس، وازاي البي ام اي بتفكر في المخاطر مش كتهديد بس لكن كمان كاوبورتيونيتي او فرصه. اشوفك في سيشن 8. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب وشارك الفيديو مع اي حد داخل البي ام بي علشان نفتكر دايما ان البي ام بي مش شهاده، البي ام بي مايند سيت. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.